السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في وصفات مغربية. إن شاء الله اليوم غادي نشارككم معايا في الخرشوف. وغنصب الحيمة هي الأولى. الحيمة على حسب القياس ديال بنت نقولها إن شاء الله، وكل واحد والعائلة ديالو. عندي هنا الملحة حسب الذوق، شوية الخرقوم، عندي هنايا طرف ديال السكينجبير فريش، بغيتش نديرو بودر درت هاد الفريش. عندي شويه ديال البزار حساب ماشي نص معلقه، ربع ديال المعلقه، الراس ديال المعلقه القدام، المعلقه ديال القهوه. عندي شي جوج دروس ديال الثومه، وعندي الخرقوم هنايا، الخرقوم عرق اللي كندقوه وكان سميتو. الملحه حسب الذوق. الحيمه ها هي غنحط عليها هاد الشيء، غادي نشرملها مزيان، ندخل فيها هاد التوابل هكا ونخلطها مزيان. عندي زيت العود ديال الطياب تا هو، غادي نقلي ديك اللحيمه ونحمرها. وعندي شويه الخرقوم الزعفران تا هو غنديرو ماشي دابا حتى الاخير. دابا نصب اللحم غنديرو يطيب يتشحر مزيان، نخلط له ديك الثومه وداك السكينجبير من هنا ومن هنا، شرملو به. بغيتو ديروا العطريه شي طويصه وتزيدوا فيها شويه الماء وتشرملوها، ما كاينش اشكال. اي حاجه تتعجبكم وتكون مريحه غيديرها الواحد. هكا ديك الثومه وداك السكينجبير تبارك الله الريحه ديال كلشي كيعرف سكينجبير فريش كيفاش كيعطي ديك الريحه، مغايره على الريحه. وهذا هو السر باش كيجي اللحم لذيذ وكيجي زوين، لان البودر ماشي هو السكينجبير الفريش. دابا غادي نحطها تقلى وغادي نرجع معكم للخرشف. الخرشف ها هو عندي حتى هو على حسب العائله وعلى حسب شحال بغيتي قد هذا الشيء لا غديروا. بغيتو قل من هذا الشيء غديروا، يعني الخرشف ما فيش قياس. الماء انا درته ودرت فيه الحامض ودرت فيه شويه الفورس، ها هو خلطو هكا. كندير شويه الفورس باش ما يكحالش، باش يبقى الخرشف بيض. ضروري الخرشف خصنا نتبعوا هاد الخويطات هكا. هاد الخويطات هما اللي ما كيخلوهش يطيب. الا جينا غير نحيدو غير من الفوق ونمشيو صافي نقولوا راه قشرنا، راه ما يطيبش ليكم، يبقى ياخذ بزاف ديال الوقت. كنحاول ندور من اي جهه باش نحيد دوك الخويطات. شتي ومازال هذا راه اخترتو، راه ماشي شارف ولا شي حاجه، راه اخترتو وتخيرت فيه. وحاجه اخرى دائما تنقولها، ملي كتمشيو تاخذوا الخرشف ما تاخذوش الريوس الكبار، خذوا الريوس الصغيورين على هكا، كيكونوا صغيورين وفتيين. علاش؟ تيكونوا فيهم هاد القليبات هادو هما اللي كيجيبوا لنا المريقه مرغيه وكتجي ملبيه. هذا تا هو راه السر بالنسبه للبنات الصغار اللي هذا بعض المرات كيشوفوا شي ربطه كبيره ديال الخرشف وكياخذوها، ولكن هذيك راه هي اللي ما غتجيبش لك حتى المرقه، الطاجين ما يجيش لذيذ. كنبقى نحيد هكا، كنبقى ندور حتى ما يبقى يبان ليا حتى شي حاجه هكا. وعاد كنحطو الا جاني كبير غليظ بزاف كنقسمو من هنا، والا ما جاش غليظ وجاني هو هذاك كنحطو. واخا يطير منه الطريف ماشي مشكل، غير يتحيدوا دوك العريقات. هذا حيت يدل على باقين فيه العروق. شتي شحال باقين فيه ديال العريقات هكا. كنحيدو كنعطيو الخاطر باش يجي زوين.
دوك الرويصات اللي كنحيد الخرشف حتى هما كنقيهم. وهذا الحامض دايره هنا باش نحك به يديا، هذا باش ما يكحالوش لينا يدينا. بالنسبه للصغار يعني ممكن يديروا الليغات، ممكن يديروا اي حاجه. انا ما كنديرش الليغات، ما كيعجبونيش. هذا الرويس اللي بغى يقسمو يقسمو، اللي بغى يخليه هكا يخليه. انا قسمته ودرت شويه د الحامض ونحطو هنايا. اصلا راني دايره الحامض هنايا قطعته هكا كنديرو باش يهبط داك العصاره ديالو. والقليب هذا هاد الصغيورين هادو ما كنقيوهمش، كنحيطوهم هكاك. هادو هما كيجيبوا لنا ديك المريقه مرغيه وكتجي لذيذه هكا. كنخليه حتى هذا راه صغيور بزاف، غير كنحيدو له غير شي حاجه. دابا بقى هذا اللي حتى هو يا قريب، هذا ما كيكونوش فيه الخيوط. هذا علاش نقول لكم الروس خصهم يكونوا صغيورين باش تلقاي فيهم هاد القليبات بزاف. هادو راه ما فيهمش نهائي الخيوط، كنحيدو لهم غير هاد بحال شكل بيض، بحال القطان، بحال شي حاجه هكا، وكنقسمهم هكا. هادو هما اللي كيجيبوا المريقه رائعه وكيطيبوا دغيا، ما فيهم حتى شي حاجه، فيهم لا خيوط لا والو. هاد الاخرين بحال دابا هاد الرويس هذا، هاد الاولى راه ماشي زوينه، نقدر نحيدها، نقدر ندير منها شويش. وهذا اللي لداخل راه غنديرو كله بحال دابا هكا. وان شاء الله نرجع معكم ملي غادي نكمل. راه تقلى تقريبا شي 10 دقائق. غنزيد له شويه د الماء، عندي هنا غليان غادي نطيبو. لكم الاختيار، اللي بغى يطيبو في الطاجين راه ممكن يطيبو في الطاجين. هاد الماء راه سخون، درتو تسخن شويه عاد درتو. غنغطي اللحيمه هكا وغنخليها طيب. تقريبا راه تغطات، وغنخليها طيب غير في الطنجره. اللي بغى يطيبو في الطاجين يقدر، وانا غادي نطيبو في الطنجره. ونقدر منين بغي نحطو نديرو في الطاجين ونخليه كيبقى سخون وكيبقى يعني شي حاجه زويونه. دابا غادي نخليه ان شاء الله يطيب على راحته، ونرجع معكم ان شاء الله ملي يطيب. الخرشف ديالي ها هو كملته تبارك الله كله بيض. راه ملي كديروا الحامض وشويه ديال الطحين راه كيبقى بيض وكيبقى غزال. ديروا الحامض بزيت، يعني ما هوش راه اي حامضه راه غتكفيك. هذه راه حامضه، هذه اللي درت انا ولا قل من حامضه. كيجي مزيون هكا ومقشر ونقي. نخليه شويه على ما يزيد اللحم يطيب، 21 دقيقه ولا نص ساعه، وان شاء الله غادي نرميه. اللحيمه ديالنا راها طابت. الخرشف كنخليوه هكا في الماء حتى كنبغيو نديرو في الطنجره يطيب. كنبقاو نردو البال الا بانوا لنا شي خويطات هكا، الا بان لينا شي حاجه كنحيدوها. دابا غنديرو على اللحيمه يطيب ان شاء الله. عاد ندير له من بعد الزيتون والحامض راني موجداه حتى هو غنوريه لكم. دابا غنديرو يطيب وكنتابع الا لقيت شي خويط ولا شي حاجه كنحيدو. راه كيجي رائع وغزال. هو راه مزيان للكبد، كيصلح لي بزاف. والمرض السكري مزيان ليه حتى هو. اما انا غير تنقول يعني ما غندخلش مانيش دكتور ولا شي حاجه، غادي كنقول لكم داكشي اللي عرفت. الخرشف فيه منافع كثيره، وكاينين الناس بزاف كيضيعوا راسهم ما كياكلوش. كاين هذا وكاين الاخر اللي كنقولوا له القناريه. الطاجين ديالنا ديال الخرشف ما شاء الله ما شاء الله جابنين بنين، ما نقولش لكم. بهذا الحامض والزيتون والخرشف ما شاء الله جاء رائع. درنا معاه مرافقات، يعني شلاضه ديال الخيار والبصله وشويه الزيتون. درنا معاه شويه الفلفله، فلفله الوان حتى هي شرملتها بالثومه والربيع والقزبر ومعدنوس حتى هي كتجي غزاله. يعني راه واحد طاجين واخا نوصف لكم هي ما غاديش ملي ان شاء الله تجربوه ردوا عليا في الكومونتير كيفاش جا الخرشف طايب. زبده ما شاء الله زبده. الخرشف طايب من داك الشيء رائع. المريقه ملبيه. ما نقولش لكم على الطاجين هذا. نتمنى يعجبكم وتجربوه وديروه
غادي يعجبكم ان شاء الله، وضروري تجربوه لان هذا طاجين غزال رائع. وديروا لايك وكومنتير وشاركوه مع الاهل والاحباب، وتاكلوا بالصحيحه والسلامه. والسلام عليكم ورحمه الله، الى الفيديو الجاي ان شاء الله.